ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف الصلاة على النبي. تذكروا الصلاة الله، ألا والسلام. بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله سيدنا محمد محمد رسول رسول الله. الله. طبعا رب. احنا بنعمل بقى الملوخية عشان ساعتها أمي كانت تعبانة بقى، فقلنا نساعدها. قلنا نقطف الملوخية عشان النهاردة كنا نعمل ملوخية وشوية أكل كانت كده. بصوا زي ما انتوا سامعين صوتي كده يا حبايبي. البرد اول مره يطول معايا بالطريقه دي. ادعولي بقى ربنا يشفيني كده ويعفى عني. تمام، لاني عندي حساسيه على صدري فهو ده اللي عامل المشكله الجامده دي. دلوقتي بقى ايه يعني؟ عندنا كده روتين سريع، اكل ومواعين. طبعا بقى يعني مش ان احنا دلوقتي بنعمل اكل فنسيب المواعين، لا، زي ما انتم شايفين كده. عماله بروق وبشيل الحاجات اللي هي الزباله دي، زي ما انتم شايفين كده. وأنا بحاول ماما اللي كان فهي على رنا الصرف برضو بحاول. بتساعدني لان كانت الرخامه مليانه من المواعين كتير قوي. زي ما انتم شايفين كده. انا كده عماله الم المواعين الوسخه وبحطها في الحوض، واي حاجه بحطها في قلب الكيسه دي. خلصت كده. طبعا دلوقتي احنا رنا قطفت الملوخيه، ربنا يخليها يا رب ويديها الصحه كده حبيبه قلبي. جت يا عيني من الدرس ساعتها والله وراحت يا عيني، قعدت تقطفها صراحه على طول. قلت لها يا رنا قطفيها، راحت قطفتها. حطيت قرن فلفل زي ما انتوا شايفين كده، والملوخيه بحطها في الكبه، بحط شويه ميه عليها صغيرين، ونعمل حسابنا ان احنا هنحط شوربه في قلب الحله، او ميه طبعا لو ما عندكيش شوربه. تعملي بقى بتاع ده ليها خلطة شوربة اللي هي عبارة عن مكعب دجاج، كمون، كزبرة، وفص توم. دي طريقتي فيها على طول، انا ما عنديش شوربة، وزي ما انتم شايفين بتدي طعم وحاجة جميلة قوي. يعني بحط حسب المية بقى 2 3 مكعب، حسب كمية المية معانا. تمام، لانها بتدي. بص ده الكزبرة اهو زي ما قلتلكوا. شوية فلفل اسمر. كمون ده كان اخر حاجة عندي، ما كانش عندي كمون كتير يعني. وادي المواعين زي ما انتم شايفين لميتها كلها. قلت بقى ايه وانا اثناء بعلق على الاكل كده اغسل شويه المواعين. عايزه اقول لكم والله يا جماعه بعمل وانا بكون تعبانه جدا، بس بقاوح، لاني مفيش حد هيجي يعمل لك حاجه او يعمل لك حاجه. فلازم الواحد يقاوح مع الدنيا. مش هينفع ان انت هتفضلي قاعده مستسلمه للتعب، مش هتلاقي حاجه تتعمل حواليكي فلازم تقومي بقى. يا بخت اللي عنده حد بيدلعه وبيقوم لما يكون تعبان، حد يجي يعمل له الحاجات الجميلة دي، يشيله على راسه. شيل كده يعني اللي يكون تعبان. يعني اما تكوني انت تعبانة وتلاقي حد يجي يشيلك وانت تعبانة ويجري بيكي ويشوفك عايزة ايه ويبقى ملهوف عليكي لهفة كده جامدة. عايزة اقولك انت شيليه على راسك، حطي اعملي له حوايا كده، حطي كده اللي بيعمل معاكي كده، سواء جوزك او بنتك او اخوكي او ابنك، او بص اي حد. آه، اعملي له كده حوايه وحطيه على راسك، اللي يجري بيكي كده ويشوفك وانت تعبانه ويجري بيكي ما يهونش، انت ما تهونيش عليه. تمام، لانها بقت صعبه قوي الايام دي بجد. طبعا بقى زي ما انتم شايفين الملوخيه بقت زي الفل اهي، تستاهل بقكم. بعملها في الكبة وبصوا بتبقى جميلة ما فيهاش اي كلام. هبقى اعمل لكم وصفة مخصوص ليها هي بس، عشان نمشي بالظبط على المقادير وكده بالظبط. بصوا جميلة وسريعة دلوقتي بقى احنا بنعمل الفلفل. يعني باخد لكم لقطات كده، ما بحبش اطول عليكم علشان خاطر الفيديو ما يطولش عليكم، فباخد لكم لقطات من كل حاجة كده شوية. تمام، وما تاخذونيش بقى في صوتي، سامحوني لاني تعبانة جدا. فما اعرفش كل ما اجي افوق والله الاقي نفسي تعبت تاني. فادعولي بالشفا كده وربنا يشفي كل مريض بجد.
طبعا بقى فلفل حار على فلفل رومي، وبعمل كده بتنجان مخلل جنب الملوخية والرز. كزبرة، بحط كمون، بتهيألي كان الكمون طبعا خلص. اهو طبعا مش شايف، انا بحب الكزبرة اصلا جامد يا جماعة، وبحط حبة من الخل. قلت اوريهولكوا الاول عشان الكبة تمشي كمان يعني. بصوا بقى التوم هنا كان كله حتت كبيرة. هتقولي لي ليه التوم عمال اما هو بيقدم، فتحسي لما انت بتيجي مهما تفرمي فيه مفيش فايدة، مفيش فايدة. بصوا عامل ازاي. حطينا بقى شوية كزبرة هنا مع التومة بتاعة الملوخية. والله يا جماعة بصوا التصوير بيبقى بجد متعب حقيقي، محدش يقول لا ده التصوير ده سهل، لا، ما انت تقفي على بوتاجازك ومطبخك من غير تصوير فرق شاسع مما انت يا عيني تفضلي واقفة في حاجة مأيداك يعني بتصوري، فاهميني؟ فانا بجيب لكم اللقطات المفيدة مش اكتر. يعني بصوا بقى الملوخية ما شاء الله تستاهل بقكم. قلت اجيب الكبشة ان انا احط بس بتاعة الطشة دي. مين فينا ما بيحبش ياكل في الطبق اللي هو كان بيبقى فيه الطشة؟ يعني بتهيألي كل المصريين بتعشق حاجة زي دي اصلا. طبعا بصوا يعني العيال عمالين مهما يدقوا وانا ادق ما فيش، اللي هو يعني خلاص بقى مدة صلاحيته خلاص. عموما التوم الجديد طلع يعني الحمد لله اصلا. عفوا. حطينا بقى نعمل برضو رز بشعرية كده، شوية شعرية كده. انا كنت شغاله بالكهرباء يا جماعه ساعتها كده، كنت شغاله بالكهرباء والله، عماله بصوا مواعين اكل ملوخيه بتنجان، بصوا تنظيف مطبخ، اللي هو يعني شفتي اللي شغاله بالكهرباء انا، والله بجد. الحمد لله، وربنا يدينا الصحه يا رب وما يحوجناش لحد ابدا، ويدينا الصحه ونفضل نعمل لحد اخر نفس في عمرنا. الطاسة بتاعتي يعني الحمد لله دي، مين في مصر ما عندوش الطاسة دي؟ قولولي، اكيد كل مصر عندها. طبعا بقى بعد اللي بيجدد يعني ان شاء الله عقبالنا كده. كنت جايبة مع الطقم اللي انتوا شايفينه دون اللي هو الحلل ده، طاسة بس صدت، كانت طاسة تيفال بس صدت يعني، اما مش نوعها ما كانش حلو تمام. فان شاء الله باذن الله ربنا يسهلها ونجيب طاسه حلوه كده باذن الله. طبعا كل بيوت مصر عندها الطاسه دي. بتنجان بقى كان سخن فانا كنت عايزه بصراحه اخلله علشان خاطر قبل ما نيجي ناكل يكون شرب من الدقه بتاعته تمام. هنغطيه بقى كده وهنركنه خلاص. دلوقتي بقى انا بغرف اهو زي ما انتوا شايفين الرز والبتنجان هناك اهو، دي الملوخيه، اكله زي العسل وبسيطه، وحطي عيش وشوية رز كده بشعرية، وبصوا ما اقولكيش يعني ما شاء الله. الف هنا وشفا للي كل، والف هنا وشفا للي شاف. طبعا بقى لو وصلتي معايا لحد هنا اعملي لايك واشتراك في القناة ودوسي على علامة الكل عشان يوصل لكم كل جديد مني بإذن الله، ان شاء الله بإذن الله. طبعا بقى اعملوا لنا لايك واشتراك في القناة، واشوفكم بإذن الله على فيديو جديد بوريكم البتنجان عامل ازاي. بصوا يستاهل بقكم.